نزلنا إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقد علمنا عن وجود مظاهرة موازية لمراسم دفن الراحل شكري بالعيد، وهذا ما وجدنا. ليس واضحا ما إذا كانت هذه فعلا مظاهرة للتضامن مع القتيل وعائلته مع وجود هذا العدد من الأطفال والقصار. سرعان ما اتضح الأمر. كما هو التقليد التونسي، عدد من المندسين أتوا لغاية معلومة من الجميع. هنا واجهة مهشمة، وهناك قذف بحجر قتل بالأمس شرطيا. غير بعيد في الجلاز وفي الوقت نفسه كانت هناك أحداث أخرى أشد. لنعد إلى شارع الحبيب بورقيبة. الأمن كان واضحا في رده عليهم. تشكيلاته جابت الشوارع، وكانت كل مرة مستعدة للرد على من يراهم كثير من التونسيين مخربين. تساؤلات عدة في هذه اللحظات الصعبة. ما الذي يعد لتونس في الأثناء؟ ماذا يمكن أن يحدث لو فشل الأمن في منع الألوف في الجلاز من النزول إلى قلب العاصمة؟ كنا بالأمس ننتظر في أي لحظة عودا على بدء في سيناريو 14 من جانفي. قبض على عدد كبير منهم، إنهم لصوص، وهذه محجوزات نزعت منهم. سيارة بلوحة منجمية فرنسية مليئة بالمناشير والأسلحة البيضاء. الوضع يحتمل تطورات خطيرة. الشوارع والأنهج المجاورة هي المفر، والغاية واحدة: السيطرة على شارع الحبيب بورقيبة وما يجاوره من محلات ومغازات. تحس للحظات أنك تعيش تصوير فيلم هوليودي، لكنها الحقيقة في تونس. شيئا فشيئا أخذنا نلتقط أنفاسنا، وعاد الشارع إلى الهدوء. لقد طردوهم. أخذت الدوريات تجوب الشوارع للتمشيط، وانطلق الأمن في مداهمات لمخابئ محتملة. لا تكتمل صور النهار إلا بصور الليل. المواطنون اجتمعوا وكانوا على كلمة واحدة: معا لحماية البلد مما يخطط ضده. هنا تشعر أن الوعي الجمعي أرقى بكثير مما صور لنا أحيانا. تونس عصية على المخربين، لكن سؤالا ظل يتردد في الأذهان: هل نسي المتظاهرون أنهم خرجوا تضامنا مع الفقيد وعائلته؟ رضا الحمد، قناة المتوسط، تونس.